من غير رغي كتير تعالى اقول لكم ازاي تسهلوا على نفسكم انكم كل يوم تعملوا اكل جديد. اسكندرانية وبنت بلد وجدعة وبتعشق الطبخ من صغرها، ولقت في المطبخ مملكتها، وكانت بتدور على شغل لحد ما دخلت عالم السوشيال ميديا والظاهر لعب معاها، وبتعمل اعلانات وبتقبض بالدولار من الفيديوهات. حكاية الفود بلوجر والشيف شروق المملوك، ازاي اتشهرت وايه قصة فيديوهاتها اللي ما بتكملش ال 30 ثانية، وازاي كانت بتتكسف تظهر نفسها، وازاي عملت لحمة 100 موت الاقتصادية. كواليس كتير هتعرفها معانا في الفيديو ده. عملت لحمة 100 موت اللي بفلوس كتير في البيت بطريقة اقتصادية وأقل كتير من اللي بنشتريها من المطاعم، وأول ما ظهرت كانت بتتكسف تقول كلمتين على بعض. حكاية الفود بلوجر شروق المملوك الإسكندرانية اللي بتعمل الأكلات السريعة، ومخصصة سلسلة من الفيديوهات للمتجوزين جديد عشان تعمل لهم الأكل وتعلمه لهم بخطوات بسيطة وسهلة. أول ما ظهرت من 4 سنين ما كانتش بتظهر خالص، وبتعتمد على الفيديوهات اللي عليها أغاني وبتعبر عن الأكلة وبس، لحد ما أهلها دعموها وجوزها شجعها عشان تظهر بوشها وبملامحها وتتعرف أكتر. وفعلا قدرت في وقت قصير تحقق نجاح كبير، ومتابعينها عدوا النص مليون متابع، وفيديوهاتها بتجيب ملايين المشاهدات. وعن اكتر اكله كانت وش السعد عليها هي اللحمه بالبصل، وكل اللي شافها انبهر في بساطتها من طريقه العمل. قدرت انها تدخل باب الشهره والقنوات والبرامج، وبقوا بيستضيفوها تعمل اكلات ووصفات بخلطاتها السريه، وتعلمت الاكل والوصفات من مامتها، وبعدها اخذت كورسات وطورت من نفسها كتير، لحد ما واحده واحده بقت استاذه ورئيسه قسم، وبدات بالحلويات وبعدها الاكلات الحرشه والشعبيه. والصدفه لعبت دور كبير في حياتها، وما كانتش ممكن تتخيل انها في يوم من الايام تكون من المشاهير او تكون من الشيفات اللي زيها على نفس ساحه السوشيال ميديا. وقلبت مطبخها استوديو، وهي فريق عمل نفسها، مصوره ومخرجه ومعده وكل حاجه، وبتعمل اكلات المطاعم في البيت، وبتسرب الخلطات بتاعتها، وبتشجع ستات البيوت ما ياكلوش من بره ويعملوا الوصفات في بيتهم باسعار اقل كتير. واما بقى كلمتها الشهيره اللي بتتميز بيها وبتخليها مختلفه ومتابعينها بيعرفوها على طول من صوتها، هي الكلمه دي: من غير رغي كتير. ودي الجمله اللي بتبدا بيها الفيديو على طول. عملت طريقه لحمه 100 موت في خطوه واحده بس، وطلعت زيها وزي المحلات بالظبط وبنص السعر اللي بتتباع بيه، وده طبعا بعد ما وصل الكيلو هناك ل 7000 جنيه. هي عملت فخده باقل من كده بكتير، ومش بس تكفي فرد، دي تكفي عيله بحالها. عملت كمان دبابيس الفراخ بالبصل المكرمل، وتحسها شبه المطاعم بالظبط، وقالت السر في الخلطه ببصل وتوم وطماطم وفلفل وبهارات الفراخ، وتفرح العيال وتحسسهم باجواء المطاعم. عملت كمان اسهل وصفه ما اخدتش حرفيا نص ساعه: مكرونه مسلوقه بشرايح اللحمه بالمشروم في طاسه واحده، والاكله دي تنفع لعشاق الدايت والاكل الهيلثي. واللي غريبه بقى الاكله دي، الطبيعي بنحشي الفراخ رز وفريك او بصل، لكن الشيف شروق عملت اختراع جديد وافتكاسه بحيث تكون هيلثي اكتر ومن غير نشويات، وكانت عباره عن زبده بالبهارات والروزماري والبصل والثوم والفلفل. عملت كمان صينيه فراخ بالخضار والموتزاريلا، وده اختراع ما ياخدش اكتر من 10 دقايق، لعشاق الجبن والبيتزا هتعجبهم جدا، وكلها في صينيه واحده وعلى الفرن. وعشان ست البيت تفرح جوزها باكله حرشه، عملت طاجن ورق عنب بالستيك وشكله ولا اروع حرفيا. الشيف شروق تحسها ليدي في نفسها، بتحب تكون على سنجة 10 وهي بتطبخ، وبتلبس المريالة بتاعتها اللي عليها اسمها. شكلها صغير ووشها كيوت وملامحها بريئة جدا وصوتها هادي. يا ترى جربت أكلاتها ووصفاتها ولا لأ؟ شاركونا في التعليقات.